بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الآية اللي هتشغلنا دلوقتي اسمها إيه؟ إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. عاوزين نفهم إيه روح المتسلط وإيه حكاية ما تسيبش مكانك وإيه اللي هيعمله الهدوء في الموضوع ده. موضوعنا لأنه برضو أنا حاسس إن الآية دي ليها تطبيقات كتير قوي عندنا. إيه بقى روح المتسلط ده؟ هي روح المتسلط بالذات مقصود بها العفرطة بتاعت الشياطين. يعني إيه؟ تحس كده إنك جاي لك روح غريب مخليك عصبي، مخليك ناقم، مخليك يدخل الواحد بيته يرزع ويخبط في مرة كده، يبقى مراته عاوزة تقول له إيه ده روح المتسلط معاك النهاردة. فروح المتسلط هي يعني عمل الشيطان في قلب الإنسان، يسموه روح المتسلط، مزيج من الكبرياء على الغضب على الإدانة على التسلط والتشبث بالرأي. هو ده كله اسمه روح المتسلط. إن صعدت عليك يعني بتتحارب بيه. مش معناه بقى جواك عفريت، لا مفيش حاجة كده دلوقتي، لا، إنما بتتحارب بفكر التسلط، بيعجبكش حاجة. فأول نوع نسميه روح النقد. ساعات واحد يركبه روح النقد، يقعد في حتة مفيش ولا حاجة عجباه، ويبتدي بقى إيه يلوم كل اللي حواليه، من أول يعني رئيس البلد لأصغر واحد، مفيش حاجة عجباه أبدا. ده اسمه روح المتسلط. روح المتسلط قال إذا صعدت عليك لا تترك مكانك، اقعد مطرحك لغاية ما الروح الغريبة دي تمشي. هنشوف ازاي. مثلا ايه؟ قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسياني. تصوروا روح المتسلط دي ممكن توصل انها روح النقد لربنا نفسه، ودي وقع فيها ايوب نفسه، ان الواحد ينقد ربنا، يقول له انت سايبني ليه؟ انت ظالم، انت ليك ناس، انت سايب الاشرار يغلطوا وتبارك لهم، واحنا اولادك سايبنا نتبهدل. انت ده روح المتسلط دي. انت تقول كده لربنا ازاي؟ وربنا عارف بيعمل ايه، انت اللي هتحاسبه على عمله. لكن توصل لكده احيانا ان حتى الواحد يبقى متغاظ من ربنا. وقعوا فيها حتى الكبار القديسين، يعني يونان مثلا جاله وقت اتغاظ من ربنا. تصور واحد اتغاظ من ربنا، قال له هل ربنا يحايله يقول له هل اختصت بالصواب؟ يقول له ايوه اختصت بالصواب. يعني حتى ما فيش فايدة، انا عارف انا بقول ايه، خدني بقى خلاص. يقوم ربنا يسيبه شوية كده لغاية ما يهدى. يعني يقوم ربنا يرد يقول هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا وانا لا انساك. يعني ربنا لما يلاقي واحد كده عليه روح التسلط ده او النقد الفظيع يحايله، فيقول للنفس هو أنا عمري نسيتك؟ ليه تقول كده بس؟ وأنا عمري رفضتك؟ طب يا رب ما يصعبش عليك الكلام الناشف اللي بيقوله ده؟ تركني الرب؟ لا ما يصعبش عليك. مثلا راجل يقول ايه مراتي مش بتحترمني. يا عم ليه بس تقول كده؟ ليه؟ ده روح التسلط هو اللي يخليك تحس بكده. هي بتحترمك ومقدراك وكل حاجة، مش معنى انها مرة اتأخرت في طلب ولا كانت يعني تعبانة شوية يبقى مش بتحترمك. إنما اللي يخلي الراجل يحس الإحساس ده إيه؟ إن صعدت عليك روح المتسلط. حاسب. أو الست تقول إيه ده مش بيحبني. ما هو عادة الراجل يتكلم في الاحترام والست تتكلم في الحب، عادة كده. يعني يا ست الراجل بيحبك وكويس وطول عمره عايشين مع بعض، ليه تقولي مش بيحبك بس؟ إنما ده إيه اللي جرى؟ طلع عليها روح التسلط، فبقت مش شايفة الراجل عامل حاجة كويسة أبدا ومش بيحبها ومقصر معاه. فنحاسب من روح التسلط ده. يقول إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. لا تترك مكانك يعني إيه؟ لما تلاقي نفسك في كده فكر مش حلو جواك، أو كلامك هيطلع زي الدبش لمؤاخذة كده، اعمل معروف، ما تسيبش مكانك وما تنطقش، ما تتكلمش. لا تترك مكانك يعني ما تسيبش نفسك للخطوة اللي بعدها.
يعني جه في دماغك أفكار كلها نقد، كلها غل، كلها زعل، كلها، بس امسك على كده، اعمل معروف، لأن الخطوة اللي بعدها هتكسر دماغ حد أو هتولع الدنيا. فلا تترك مكانك، يعني فرمل على كده. فاهمين الآية؟ إن صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك. والدليل على الآية دي إيه؟ لأن الهدوء يسكن خطايا عظيم. لو فضلت قاعد ساكت شوية كده وهديت، هتلاقي كل الأفكار اللي عندك أفكار بخرت وملهاش أساس. إنما لو سبتها تنزل على لسانك، لا، هيطلع كلام وحش قوي وتصرفات وحش، وعشان تقعد تلم وتصلح كل ده كان إيه لزومه؟ فلا تترك مكانك، يعني قف عند هذا الحد، اكتفي بشوية الفوران اللي جوه ده وفرمل على كده، امسك على كده. أو اقطع التفكير، وقف دماغك، لأن روح المتسلط مجموعة أفكار، ودي على فكرة أصعب حاجة بس أهم حاجة، اللي هي فكر الواحد لما يبتدي يلخبط، لو ما عرفش يفرمله مش هيعرف يوقف لسانه، مش هيعرف يوقف تصرفاته، بعدين يرجع يندم يقول قلت كلام ملوش لازمة، تصرفت تصرف، ما هي كلها ابتدت من دماغك. أنا عمال أعيد عشان تحفظوا الآية: إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. لا تترك مكانك يعني ما تزودش على كده، وقف دماغك وحاول تفكر بطريقة إيجابية. يعني تصوروا معايا مثلا الراجل بيقول مراتي مش بتحترمني، وطبعا الشيطان قاعد بقى ايه، قاعد جنبه بقى يقول له ايوه طبعا ده هي ولا سائلة فيك، وهي مش عارف بقى، ويبتدي بقى العيال اهم عندها منك دلوقتي، واصلها مش كلام بقى اللي طول النهار نسمعه احنا في المشاكل. ما كل ده كلام من الشيطان الحقيقي. هي الست كويسة وبتخدمه وتعمل اي حاجة عشان ترضيه، انما هو ساعتها روح المتسلط شغال. عارفين اشطر حد بقى يعمل ايه؟ يغزي الشيطان هنا، يطرد الفكر ويستبدأ يرد بقى على نفسه، وهو قاعد يرد على نفسه: لا الكلام ده مش مظبوط، لا مراتي بتحترمني، دي ما تعبت معايا، ده هي يعني عملت وسوت، يبتدي هو يرد على نفسه جوه دماغه، يقوم يطرد روح المتسلط. خلاص كده. هنا لا تترك مكانك، يعني وقف دماغك عند كده وتعامل مع الأفكار الوحشة دي. لما تبقى هادي تعرف تسكن خطايا، تسكن الأصوات الغلط، تقول للشيطان ابعد عني يا شيطان. المسيح قال كده، والمسيح لو المجد كان بيتحارب زينا كإنسان، فلما قال له اذهب عني يا شيطان، الواحد يبقى عاوز يقول كده لدماغه: ابعد عني يا شيطان، الأفكار دي غلط، الأفكار دي مش حقيقية، ده روح المتسلط. حاول تفكر فكر إيجابي، لأن الفكر الإيجابي هو اللي يصد روح التسلط. بأي طريقة بقى، ذكريات كويسة، إنك تقول له يا رب شيل عني الأفكار دي، تصرخ لربنا وتصلي، أو أي فكر إيجابي يصد. غير روح النقد، روح الغضب برضو اسمه روح التسلط. إن صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك. أحكي لكم حكاية مرة وقع فيها داود النبي. داود النبي عادة باله طويل، لأنه كان بيتعامل مع شاول، وكان بيتعامل مع ناس يعني عصبية، فاللي يتعامل مع الناس العصبية بحكمة يبقى باله طويل. إنما في يوم من الأيام صعدت عليه روح المتسلط. كان هو ماشي مع الرجالة بتوعه بيحرسوا غنم واحد اسمه نبال. نبال ده كان راجل غني، لكن اسمه معناه أحمق، وشخصيته كده يعني راجل فظ الطباع وما يهموش غير نفسه، مع أن مراته ست كويسة اسمها أبيجايل. فنبال ده جاء موسم جز الغنم، يعملوا احتفال كده، يعني يجزوا الغنم وبتاع، يذبحوا يعني. فداود بعت له 2 رجالة يقولوا له ايه، شوف حق الرجالة، احنا بقالنا سنة بناخد بالنا من الغنم بتاعك. نبال بقى بمنتهى القلاطة كده قال يطلع مين داود ده والرجالة اللي معاه؟ هو كل واحد يهرب من سيده هيجي يمد ايده يقول ادوني؟ داود اللي هو ملك اتقال عليه ده هربان من سيده، ولامم الحرامية حواليه وعاملين فيها يعني لهم حق، ودول شحاتين يعني. راحوا الرجلين
راحوا لداود قالوا له قال كذا. هو سمع بقى الشتيمة دي ولا صلى ولا مزامير ولا ربنا ولا حاجة خالص بقى، طلع فيه العرق الصعيدي بقى وإيه، وقال طب أنا هوري له بقى ابن يسى ده، أصله قال له ابن يسى ما قالش حتى داود، قال أنا هوري له ابن يسى ده ممكن يعمل إيه بقى. وقال لهم يلا يا رجالة كل واحد سيفه معاه. وطلع خلي بالكم بقى العجيب إن الوحي وصف لنا ما يدور في قلب داود وهو رايح عشان يورينا روح المتسلط يعمل إيه. يعني راكب على الفرس بتاعه ورايح في اتجاه نبال مشوار ساعتين مثلا، واخد الرجالة معاه، إنما في السكة بيفكر في إيه؟ عمال يفكر بطريقة روح المتسلط. عارفين بقى واحد دماغه هربت منه خلاص، فقعد يقول ده أنا غلطت إن أنا قعدت أحفظ غنمه، ده هو كان لازم يعرف كرامتي من الأول، كان لازم أعمل فيه وسوي من زمان. واخدين بالكم الأفكار ماشية إزاي؟ صعدت عليه روح المتسلط. قال داود هنا في سره على فكرة وهو رايح في السكة، إنما باطلا حفظت كل ما لهذا في البرية، خسارة التعب اللي تعبوا الرجالة، فلم يفقد من كل ما له شيء، فكافأني شرا بدل خير. ده كل ده جواه روح المتسلط. هكذا يصنع الله لأعداء داود، وهكذا يزيد إن أبقيت من كل ما له إلى ضوء الصباح بائلا بحائط. عشان تعرفوا قد إيه متشنج ومتعصب. بائل بحائط ده كلمة عن الكلب اللي يتبول على الحيطة، يسموها بائلا بحائط. فقال أنا مش هخلي له كلب في بيته. طبعا دي مش أخلاق داود خالص. إيه اللي حصل؟ صعدت عليه روح المتسلط، واحد تاني خالص، غير الوديع، غير بتاع الصلاة، غير لا، واحد تاني خالص. عصبية غلبته، وطول السكة عمال يغل جوه روحه كده شغلان. وطبعا هو فعلا لو كان طال نبال كان موته، انما ربنا طبعا صعب عليه داود في الموقف ده. حكى لكم موقف تاني. طبعا انتوا عارفين اللي حصل بعدها. ابيجايل الست العاقلة قالوا لها الرجالة بصي جوزك غلط في الراجل غلط جامد، والراجل على قد ما هو كريم وكويس ما نعرفش رد فعله. فقالت لهم طب هاتولي هدية ونطلع بيها. وطلعت وعرفت تمتص غضبه، سجدت قدامه وقالت له حقك علي، أنا غلطان، أنا لو شفت الرجالة بتوعك كنت كرمتهم آخر كرم، إنما خسارة واحد زيك عظيم في عظمتك يغلط غلطة زي كده وينتقم لنفسه. وابتدت تقول له ده ربنا عمل معاك وستر عليك. فوقته بمنتهى الأدب والتواضع. فقال لها أشكر ربنا اللي بعتك ليا، لأني ما كنتش عارف أفرمل نفسي. كان ده لسان حاله، أنا ما كنتش عارف أوقف دماغي، خلاص فوران جوايا هعمل وأسوي، ومش عارف أصلي ومش عارف أسمع صوت العقل خلاص. فقال لها انت ربنا بعتك ليا عشان تمنعيني عن الغلط. وعمل للخلف ضر ورجع، وربنا خد له بحقه، والراجل مات بعدها بشوية. إنما كاد يقتل، كاد يقع في غضب قاتل داود رجل الله من كتر روح المتسلط. في تكوين 34 كان في حكاية كده وقعوا فيها أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم اللي هو إسرائيل نفسه. يعقوب هو إسرائيل. سكنوا في منطقة اسمها شكيم، والمنطقة دي فيها بدو وكده. فابن شكيم ده ابن لصاحب المنطقة يعني شاف دينا أختهم، كان لهم أخت اسمها دينا، أخت رأوبين وشمعون والناس دول اللي هم ولاد يعقوب. فحبها وتعلق بيها وغلطوا مع بعض. يعقوب اتضايق وسكت. وبعدين الولد راح ليعقوب يقول له أنا يعني عاوز أصلح غلطتي، أنا عاوز أتجوز، أنا بحبها. فيعقوب قال طب نشوفه، خلاص نشوف حاضر. كان متضايق وما اداش كلمة. إنما العيلين الكبار رأوبين وشمعون اتضايقوا جدا وعملوا حتة مؤامرة. شوفوا أفكارهم بقى. قالوا يعمل كده في أختنا، طيب. وقالوا لأبوهم إيه، طب وماله ما نناسبهم، بس إحنا لينا شرط عشان يناسبونا لازم كلهم يختتنوا عشان هم يبقوا يهود زينا يعني.
يعقوب افتكر وكان خايف من عياله لأن عياله صعبين، فقال خلاص جاب أبو شكيم ده أبو الولد يعني، وقال له احنا ما عندناش مانع في النسب ده بس تختتنوا زينا. فالولد أقنع أبوه قال له ما احنا نختتن ونبقى عيلة واحدة، ده حتى عندهم خير كتير، فاكر نفسه هيستنصح يعني. فقاموا رجالة القبيلة كلهم اختتنوا، قام نزل عليهم راؤوبين وشمعون بالسيف موتوهم كلهم، وهم لسه يعني مختتنين فشوية متألمين، خلصوا عليهم. فيعقوب كاد يلطم يعني، قال لهم فضحتوني قدام كل القبائل، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ فقالوا له أناظير زانية يفعل بأختنا. أتاري اللي في دماغهم بقى لهم 3 أيام ايه الفكرة دي، هو افتكر أختنا زيها زي واحدة زانية. طب يا عيال فكروا بعقلكم يا ولاد، ده ممكن يبقى فيه نسب وخلاص والحكاية تتلم، وفي الزمن ده الموضوع ممكن يتلم بسهولة، وبعدين ده احنا شعب متغرب وسط الشعوب. ساعتها يعقوب فعلا كان معاه حق، كل القبائل هاجت عليهم لأنهم غدروا، القبائل كان بينهم وبين بعض عهود، فكون حد يغدر بالتاني كل القبائل تقلب عليه. إنما صعدت عليهم روح المتسلط، فكرة سيطرت على دماغهم إزاي يعمل كده، طيب وافتروا، واضطر يروح منطقة بعيدة خالص وكانت شغلانة. وعلى فكرة بقى تدور السنين وهو على فراش الموت بيكلم ولاده، قال لهم انت يا راؤوبيم وانت يا شمعون ملكوش في البركة نصيب، عشان انتوا نكدتوا عليا وعلى اخواتكم بالعصبية اللي عندكم. كان ده معنى الكلام اللي قاله يعقوب وهو بيموت لولاده، قال لهم انتوا لا تستحقوا تبقوا أبكار، لأن دول كانوا الأخين الكبار، لأن لا عندكم عقل ولا عندكم حكمة ولا بتتصرفوا بالراحة ولا. إنما ده اسمه روح المتسلط، روح الغضب لما يغلب البني آدم يبقى مش عارف يفرمل نفسه. أديكم مثل ثالث، معلش الحتة دي استحملوا التكرار لأن بيحصل معانا كده يا جماعة، ساعات الواحد تغلبه فكرة ويبقى بتخليه بيغلي وممكن يأذي نفسه يأذي اللي حواليه، ويطلع الموضوع أبسط من كده كتير. إذا صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك. المجوس لما راحوا لهيرودس، المجوس دول ناس ملوك محترمين جدا، فجايين يسألوا على الملك حسب النجم اللي شايفينه، فمتصورين انه اللي هيعرف مكان الملك المعاصر، فطلعوا عدل على قصر هيرودس. هيرودس استقبلهم استقبال ملوكي بقى وحاجة يعني، بتوع فارس أغنى من بتوع أورشليم. فقالوا له فين الملك اللي اتولد؟ قال لهم مفيش ملك اتولد. قالوا له لا في، النجم بيقول كده. فطبعا بمكر من هيرودس قال لهم طب روحوا دوروا ومنين ما تلاقوه قولوا لي، انا مش عارف. هم عرفوا انه في بيت لحم، جابوا رؤساء الكهنة قالوا النبوة بتقول في بيت لحم، قال لهم خلاص دوروا في بيت لحم. خرجوا ما حدش وصف لهم فمشوا ورا النجم. لما دخلوا بيت لحم وصلوا للعذراء وسجدوا قدام يا ربنا يسوع وفتحوا الكنوز وادوا له الهدايا، وهم خارجين الملاك قال لهم ايه؟ ما ترجعوش لهيرودس. خلاص أوامر الملاك، ظهر لهم مخصوص ملاك، ودول ناس أول مرة ظهر لهم ملاك، فسمعوا الكلام وروحوا بلادهم. فيقول الكتاب لما رأى هيرودس أن المجوس سخروا به غضب جدا. الحقيقة المجوس لم يسخروا منه، إنما بقى اللي جه في باله إيه؟ هم بيستقلوا بيا منهم ملوك أجانب، إزاي ما يرجعوش يدوني تقرير؟ مش احنا متفقين يقولوا لي لقوا الصبي فين؟ والغليان والفوران ومعرفش يفرمل نفسه، وطلع أسوأ قرار في عمره، قتل أطفال بيت لحم. تخيلوا ذبح أطفال بسبب ثروة الغضب اللي هو فيه. إذا صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك. يا ريته كان مسك نفسه وهدي شوية، يا ريته كان نام شوية وأجل القرار لتاني يوم، كانش طلع قرار بشع زي كده. إنما أدي روح المتسلط، غضب غضبة صعبة جدا كلفته كل حاجة خلاص، وربنا رفضه إلى الأبد بسبب العملة دي. لا تترك مكانك. نرجع نقولها تاني، احنا شفنا الواحد لما يجيله روح نقد كده أحسن ما يتكلمش. يعني ما تلاقي نفسك كده جواك داخل في مرة بيتك مفيش حاجة عجباك، أقول لك من فضلك ادخل أوضتك وصلي ونام،
ما تتكلمش، ما تنطقش. لما تصحى رايق هتعرف تقول كلام كويس، إنما ما تنقدش وما تتكلمش. نفس الكلام في روح الغضب. لا تترك مكانك. في آية جميلة قوي في الأمثال تقول إيه؟ البطيء الغضب خير من الجبار. هو مش الأفضل يقول الذي لا يغضب؟ ليه قالها بطيء الغضب؟ لأنه أحيانا في أمور تستحق الغضب، بس الغضب المحسوب ساعات يبقى مفيد. يعني أديك مثل، أنت اتضايقت مثلا إن ابنك جاب نتيجة وحشة في الامتحان، لو أول ما شفته انفجرت فيه، دي تربية غلط، تبقى جرحت نفسك ولخبطت الدنيا. اسكت شوية واهدى وصلي وأجلها يوم أو 2. لكن إيه هنا بطيء الغضب؟ يعني عملت فرامل، هاته بعد كده ووبخه بس بحساب بقى، تتكلم معاه بعقل بقى. إنما احنا مش بنقول لك تتشال خالص الغضبة، لا، الغضبة دي مطلوبة انك انت زعلان من النتيجة، لكن لو طلعت من غير فرامل هتعور، لو طلعت بفرامل هتوصل بالسلام. فيقوم ابنك يستفيد من القعدة دي وياخدها جد ويشتغل. إنما لو انفجرت فيه هيكره دنيته ويكره عيشته ويكره المذاكرة ويمكن يكرهك، ودخلنا في مشاكل نفسية ملهاش معنى. فلا تترك مكانك، يعني فرمل واهدى، لأن البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. فتأجيل رد فعل الغضب فضيلة. تاني، تأجيل رد فعل الغضب ده في ذاته فضيلة. أجلها، ما تنفجرش، لا، اهدى، فكر، خد وقتك، صلي، هيطلع الكلام كويس قوي ومفيد وكل حاجة. معلمنا يعقوب يقولها بطريقته، يقول إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. هي نفس المعنى. خليك بطيء في الكلام، لأن الكلام المتسرع هيبقى فيه غلط، إن كان نقد أو غضب هيطلع كلام وحش ويبقى يا ريتك ما قلته. إنما لو كنت بطيء في الكلام هيطلع كلام مفيد. فاحنا مش بنقول ما تقولش، لا، قول بس بعد ما تهدى. اهدى وبعدين قول، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. عشان كده احنا كلنا بنتحارب بالاستفزاز والغضب. أفضل طريقة تفرمل بيها نفسك لما تستفز أو تتضايق أو تغضب، صلي، ما تتكلمش. الصلاة هي الفرامل. لما حاجة تضايقك ما تطلعش ولا كلمة وما تاخدش ولا قرار، لا تاخد قرار ولا تقول كلام، إنما صلي في سرك واهدى خالص، وأجل الكلام وأجل القرارات. هيطلع كلام أحلى ويطلع قرار أفضل، بس بعد التأجيل. ثالث نوع من روح المتسلط. احنا ما زلنا في الآية بتقول ايه؟ إذا صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. روح الغيرة. روح المتسلط برضو ساعات تبقى روح الغيرة، لأن عارفين خطية الغيرة سببها ايه يا جماعة؟ الغيرة سببها فكرة التملك. يعني لما تلاقي واحد مثلا بيغير على مراته غيرة مبالغ فيها، ده معناه انه عنده حتة تملك. واحد مثلا بيغير من اخوه غيرة مرة، ده لان عاوز ابوه وامه بتوعه هو لوحده، بس في حتة تملك. وفي حتة بتبقى طبيعية في الاول، يعني لما بيجي بيبي جديد مثلا تلاقي الطفل الاولاني بيغير. ليه؟ لان مامته دي بتاعته، فعشان يشاركوا فيها حتة عيل ابن امبارح يبقى عاوز يموت اخوه يعني. بس في الاول تعدي، المهم ما تكبرش معاهم الحتة دي. ساعات تكبر بقى، فدي احد صور روح المتسلط، تطلع على الواحد روح الغيرة، يعني يتسلط عليه الفكرة دي. مشهور شاول بالقصة دي. شاول الملك كان وشه يعني مكشوف، وكانت حالته حال، لأنه جلياط عمال يهزق فيه ويهزق في البلد كل يوم، لغاية ما داود الصغير ده دخل ورفع راسه وموت جلياط. فلغاية كده الدنيا شكلها كويس، ما هي كرامة لشاول. وهم مروحين البنات بيستقبلوهم بالأغاني،
فالبنات غلطوا في الأغنية وقالوا إيه؟ قتل شاول، مع أنه ما قتلش حد، يعني حتى هم كرموه في كلمة ألوف، لأنه ولا قتلش حد خالص، لكن قالوا مجاملة قتل شاول ألوف وداود ربوات. هو بقى سمع الكلمة دي والغيرة ركبته وصعدت عليه روح المتسلط، وما بقاش عارف يقعد مطرحه. خلاص هياخد مني الملك، ده لازم هيخلص مني، ده أنا كده كرامتي راحت في الأرض، ده أنا لازم أعمل وأسوي، إزاي يمدحوا وينسوني، ده ما يجيش من دور عيالي. يا عم اهدى، ده أنت الملك وهو لسه يعني نكرة جنبك، وبعدين ده خدمك خدمة العمر وعمل ورفع راسك. خلاص صعدت عليه روح المتسلط، ومن اليوم ده شاول بقى أسوأ واحد. يعني قبل كده كان يمكن يتوب ويجي منه، طبعا كان في أخطاء قبل كده، لكن من ساعة الغيرة ما مسكت عقله واتدمر خالص، لأنه ما عرفش يترك مكانه. خلاص ماشي بقى ورا الرغبة دي ويجري وراه في كل حتة، عاوز يموته ويبعت عساكر ويبقى هيموت يونسان ابنه بسببه. ايه الجنون ده؟ صعدت عليه روح الغيرة. كان هيموت عياله، ميكال كان هيموتها مرة بنته، ويونسان كان هيموته مرة بسبب داود. ايه الغيرة القاتلة دي؟ صعدت عليه روح المتسلط. اللي عدى على دي قبل كده زمان قايين وهابيل، ربنا بمنتهى الحكمة قبل ذبيحة هابيل لأنه ولا راجل طيب وقلبه حلو بتاع، وما قالش حاجة لقايين غير انه ايه؟ ممكن تحسن شوية في الذبيحة بتاعتك، إن أحسنت أفلا رفع، يعني يلا اشتغل شغل كويس يا قايين عشان برضو ايه؟ استجيب لك زي ما استجبت الهابيل. فيش أي نوع من التحيز ولا التمييز ولا حاجة، ده هو بيقول له بس انت ايه؟ انت لم تحسن المرة دي، زي ابو بيقول لابنه انت المرة دي ما عملتش كويس، المرة الجاية تعمل احسن بس. وقال له على فكرة لو سبت الفكرة دي جواك خطية رابضة، حيوان مفترس جواك، فحاسب فرمل نفسك، لأنه كان شايفه ابتدى يغل من أخوه. هو أخوك ذنبه إيه؟ أخوك عمل الصح، لا قال فيك حاجة ولا غلط في حقك بحاجة. انتهت بإيه؟ ما انتوا عارفين، روح الغيرة مسكت عقله وفضل على كده يوم ولا اتنين، ومفيش حاجة راضية ترد على دماغه دي لغاية ما مسك هابيل موته. ولسه فجر التاريخ، يعني لسه عيلة واحدة ومفيش حد بيكره حد، والموضوع لسه في الأول خالص، لكن صعدت روح المتسلط ومعرفش يقعد مكانه. لو قعد مكانه وصلى ما كانش وصل لكده، إنما لا صلى ولا أهدي وهاج وراح خدوا الحقل وموت هابيل. كانت هتحصل مع مين؟ مع التلاميذ. شوفوا التلاميذ نفسهم. فمرة ربنا يسوع ظهر كان بياخد خلوة وهو ماشي، ففضل ماشي لوحده، قاموا التلاميذ رجعوا 20 خطوة كده وابتدوا يتكلموا. وفي مرة تاني لقوا أم يعقوب ويوحنا، وبرضه الأمهات ساعات لهم حركات كده مش تمام، راحت قدام العيال التلاميذ يعني قدام الشباب وتقول له بص بقى ولادي بالذات ليه؟ ما هم 12 ولادي بالذات ما سابوكش يوم، واحد يبقى عن يمينك واحد عن شمالك وانت داخل أورشليم، تعرف ولادي يشرفوا مش عارف لا، وهم الولاد التانيين ما يشرفوش. كلام بقى من اللي يغيظ يعني. فيقول لما سمع 10 ابتدأوا يختازون طبعا، فكانت التلاميذ نفسهم هيقعوا في بعض بسبب كلام ست أم يعقوب. كانت هتجيب لهم الكلام، لأن كلام فعلا يغيظ، ما هم كلهم حلوين وبيحبوا ربنا يسوع. على طول ربنا حس بروح التسلط هتدخل، هيروح الغيرة. شوفوا بقى لما تدخل في التلاميذ ال 12، وده قبل الصليب بحاجة بسيطة، يعني دول بقى لهم سنتين مع المسيح، مش حاجة جديدة، دول قديسين بيعملوا معجزات في الوقت ده، وبرضه كانت هيقعوا في الغيرة. فدعاهم يسوع وقال لهم بصوا بقى، أنتم تعلمون الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، يعني شغل الدنيا ده ما يدخلش عندنا. الرؤساء في الدنيا يعملوا سادة ومش عارف ايه، احنا ما عندناش الكلام ده. اللي عاوز يبقى في الأول يبقى في الآخر، اللي عاوز يبقى كبير يبقى صغير. وانتهرهم بشد. ليه؟ لأن لقى روح المتسلط بتصعد
روح الغل والغيرة والغضب فشدهم شدة تمام. ممنوع الكلام في المسائل دي خالص. قال لهم يميني وشمالي دول الذين أعد لهم، تكلموش في النقطة دي. مين في السماء يبقى مركزه كبير دي ملكوش دعوة بيها، دي انتوا بس اعملوا اللي عليكم. روح الغيرة الرد ايه؟ لا تترك مكانك. يا رب تحفظوا الآية. ان صعدت عليك روح المتسلط لا تترك مكانك، يعني ما تسيبش مكانك وتاخد موقف. اسكت، ما تتكلمش، ما تتحركش، صلي عشان تتصرف صح. بالنسبة للغيرة بالذات انظر إلى نفسك. يعني إيه لا تترك مكانك؟ يعني بدل ما تبص على أخوك، ما الغيرة بتطلع من إيه يا جماعة؟ الواحد بيبص على أخوه اللي في إيد أخوه واللي مش في إيده. النظرة دي توجد غيرة طبعا. هما بيتقالوا إيه وأنا بيتقال لي إيه، هو في إيده إيه وأنا ما عنديش إيه. ما تبص على نفسك، ده أنت عندك كل حاجة. فلو قعدت وهديت وفكرت بعقل هتلاقي ده ربنا كرمك قوي وبيحبك قوي ومش ناقصك ولا حاجة. مجرد ترجع لنفسك بعقل تطرد روح الغيرة، ده ربنا مديك اكتر من كل الناس. شاول لو كان فكر مثلا، طب ده انت الملك، ده داود لسه حتة عسكري، ده كبير ويبقى قائد في جيشك، هتغير من واحد قائد في جيشك؟ حاجة ملهاش معنى يعني. انما ما عرفش يقعد القعدة دي. انظر الى نفسك يعني ايه؟ راقب نفسك، اعرف مركزك عند ربنا واعرف الامكانيات اللي عندك وما تبصش على اللي عند غيرك. النظرة دي هتتعبك تضيعك، وقف النظرة دي. وبعدين انت عندك نعمة ركز فيها وامسك فيها، وما تجريش الافكار المتصاعدة. يعني الافكار عمالة تطلع وعمالة تعلن، بكرة هيحصل ايه؟ انتوا عارفين شاول كان مجننه ايه؟ قال لي يونسان وشتم يونسان شتيمة وحشة، مش هقولها لكم. ده شاول شتم ابنه شتيمة وحشة وقال له بكرة ده ياخد الملك منك. يا عم ايه اللي بتقوله ده؟ ويونسان بقى عشان قلبه ابيض قال له ملك ايه اللي بتتكلم فيه؟ الملك ده ربنا يحدد مين الملك اللي جاي، الموضوع مش كده خالص. وفضل يونسان الغلبان يدافع عن داود، يقول له عمل لك ايه داود عشان تعمل معاه كده؟ ايه اللي عمله وحش عشان تكرهه كده؟ وفعلا داود ما عملش ولا حاجة وحشة. فيونسان كان عارف يصد، لكن شاول ما كانش عارف. ان صعدت عليك روح المتسلط لا تطرد مكان. ندخل في الآية الأخيرة بقى. لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. آية جميلة أوي. احنا في الزمن ده يا جماعة محتاجين جدا نهدى شوية. مش نهدى بس من بره، لا نهدى من جوه. احنا عندنا فوران جوانا، دوشة أفكار ودوشة مشاعر وخناقات جوه القلب وخناقات جوه العقل. الواحد حاسس كده انه مدووش. الهدوء يسكن خطايا عظيمة. محتاجين جدا فضيلة الهدوء دي. والهدوء يشمل كل حاجة في الإنسان. يعني الهدوء يبدأ باللسان، بس الهدوء اللسان مش بس. ممكن واحد يكون بيتكلم قليل وجواه غليان، لكن كويس خطوة انه يتكلم بحساب، دي لوحدها خطوة في الهدوء. هدوء الحركة، ممكن واحد يكون بيطلع الكلمة بحساب بس تلاقيه هو ماشي بيرزع وبيخبط زي السواقة مثلا، تلاقي الناس ساكتة بس المنظر في الشارع يقول كل الناس دي عصبية. ففي الحركة يبقى الواحد مش هادي. يبقى الأحلى والأحلى لو وصل لهدوء الفكر وهدوء القلب. هدوء الفكر يعني إيه؟ كل فكرة تاخد وقتها وتدخل على الفكرة اللي بعدها واحدة واحدة كده. وهدوء القلب معناها المشاعر ما تتخانقش مع بعض، المشاعر نفسها هادية. كل شعور كده يدخل ويعدي على الفلتر فيطمن إنه شعور نظيف، ياخد وقته. طبعا اللي عايش كده عايش في ملك تاني فعلا. عشان كده يقول ملكوت الله داخلكم. ربنا يسوع كان هادي جدا مع انه كان نشيط جدا. فاوعوا تفتكروا ان الهدوء يتعارض مع النشاط، لا، الهدوء غير الكسل. الهدوء معناه الواحد نشيط جدا وبيعمل كل حاجة صح وبيعملها في وقتها وفي مكانها، بس مفيش اضطراب. عشان كده ربنا يسوع قال ايه؟ لا تضطرب قلوبكم. احنا مشكلتنا ان قلبنا مضطرب،
بسهولة قوي حاجة تشعوطه كده، أي موقف تلاقي الدنيا ولعت. ليه يعني؟ بالراحة شوية. تبان قوي بقى في الأزمات حتى الصغيرة منها، تلاقي العصبية طلعت والأفكار الغلط طلعت والاتهامات طلعت والنقد طلع والغيرة طلع، لأن مفيش هدوء. الهدوء ده الواحد يوصل له ازاي؟ يتعود الأول على فترات هدوء. فترات الهدوء دي ممكن تساعد الواحد يهدى من جواه. يعني حاول يبقى في يومك بالذات الصبح بدري أو بالليل متأخر تقعد دقايق ساكت ومفيش ولا حتى وعظة جنبك، لا، كل حاجة ساكتة. بس كمان في الهدوء حاول انت اللي تمسك افكارك مش افكارك اللي تمشيك، لان ممكن تبقى قاعد ساكت وعمال تقلب في دماغك خناقات فتبقى قاعد برضو عصبي. لا، يعني ممكن تقول صلاة يسوع، ده تدريب يجيب هدوء، انك تقعد تقول 100 مرة يا رب يسوع ارحمني وانت قاعد ساكت كده. طبعا حبذا لو اخترت مكان هادي، لانه انت قاعد هادي تلاقي عربية عمالة تزمر تحت باظ الهدوء. فبقدر الامكان تختار وقت هادي وظروف هادية، وده على فكرة يفرق معاك طول اليوم، انك تخطف لنفسك وقت هادي بدون ضوضاء، بدون تلوث سمعي وتلوث بصري. يعني حتى الصور اللي قصادك تبقى هادية ودانك ما بتسمعش دوش. ربنا يسوع تخيلوا كان بيعمل كده، مع انه لا يحتاج طبعا، لكن كان بيعمل كده في الصباح باكرا جدا، كان يخرج الى موضع خلاء وكان يصلي. وكان يعمل كده ساعات بالليل، قضى الليل كله في الصلاة. قال لهم اسبقوني، انا عاوز اقعد في الجبل لوحدي. ليه؟ معلش عاوز اهدى، عاوز اقعد لوحدي. فلما الواحد فينا يقعد فترات هادي يبقى عنده طاقة يتعامل مع الاستفزاز والمثيرات انما من غير هدوء خلاص الكاباسيتي رايحة، فالواحد ينفجر بسهولة قوي. من التدريب المفيدة في الهدوء كمان، اتعلم تتكلم كلمة كلمة بالراحة. يعني خليك مراقب لسانك وهو بيتكلم. الحكاية دي عاوزة تدريب على فكرة، زي اللي حط فلتر على لسانه فالمية مش نازلة بتضخ كده، بالراحة شوية. ده اللي بيقوله المزمور، ضع يا رب حارسا لفمي بابا حصينا لشفتاي. يعني مش هتتكلم، لا هتتكلم، بس الباب يعدي واحد واحد، نفر مش يعدي جيش. فيبقى الواحد بيطلع الكلمة بحساب، ده يخلي الواحد هادي. برضو من تدريب الهدوء ان الواحد يراقب المشاعر اللي جواه. يعني ممكن يلاقي شعور وحش دخل، طب ما لازم يطلعه. شعور بالغيرة، شعور بالحقد، شعور بالحسد، شعور بالغيظ، شعور بالانتقام، دي كلها مشاعر وحشة، فلازم يكنس المشاعر دي. فدي تيجي في الهدوء برضو، ان الواحد يفتش في قلبه على المشاعر الغلط اللي دخلت. انما افتكر القاعدة دي بقى هنحفظها، هنقولها مع بعض: الهدوء يسكن خطايا عظيمة. صدقوني الهدوء بيفرق كتير، وفي حاجات كتيرة الواحد ندم انه تحرك بسرعة او اتكلم بسرعة، لكن زي ما قال القديس أرسانيوس: عن السكوت او عن الهدوء لم اندم قط. عمري ما ندمت اني سكت، بس اكيد ندمت كتير ان انا اتكلمت او اتصرفت، لكن عشان اقول انا ندمان اني سكت دي يمكن نادرا. آية جميلة تقول ايه؟ اسكت قدام السيد الرب. آية غريبة شوية، اسكت قدام السيد الرب. تصوروا انه في ناس قديسين لما يصلوا ما يتكلموش، جزء من صلاتهم يقعد كده ويسكت، واسمه بيصلي. طب بتقول ايه؟ مش بقول حاجة. طب بتفكر في ايه؟ بحاول ما افكرش في حاجة. امال ايه؟ يقول لك ما انا قاعد بكلم ربنا. مش هو لازم هو يتكلم شوية؟ ولا انا هفضل اتكلم على طول؟ هديله فرصة هو يتكلم، فانا هقعد ساكت واسمعه. يحكي لنا أنبا توماس في كورس الكرازة انه كان في بلد في اوروبا، وكانوا عاملين حاجة اسمها مؤتمر الصمت، وكان في اطفال، فمدين للاطفال ربع ساعة برضو كوايت تايم.
فكان عاوز يشوف العيال دي بتعمل صمت ازاي، عيال مفاعيص صغيرة يعني يسكتوهم ازاي. فلقى كل واحد قاعد في الديسك بتاعه حاطط كده راسه بين ايديه وساكتين ربع ساعة. وبعد الربع ساعة طبعا طلعوا يجروا يلعبوا بقى. فلقى واحد قاعد طول شوية، فراح قاعد جنبه قال له حبيبي ايه هو انت بتعمل ايه؟ قال له انا قاعد ساكت. قال له يعني ايوه بتفكر في ايه؟ قال له مش بفكر. امال قال له ايه؟ قال له انا قاعد معاه. طفل قال له سيدنا كده، قال له انا مش بعمل ولا حاجة، بس انا قاعد معاه مع ربنا يعني، بس مش مهم افكر في ايه، مش مهم اقول ايه، انا قاعد معاه. طبعا الاحساس ده لما يتغرس فينا، ده طفل بيقول كده، شوفوا احنا فاتنا كتير. انما مجرد انك قاعد معاه، الهدوء يسكن خطايا عظيمة لما تتعود انك قاعد في حضرة الله. برضو اتقال مرة عن داود ايه، يقول دخل وجلس قدام الرب. بستغرب قوي التعبير ده، يعني الواحد يعرف دخل وسجد مثلا، دخل وصلى، انما يقول لك دخل وجلس قدام الرب بس. يعني ايه؟ دخل شد كرسي كده وقعد، قاعدين مع بعض. نفس اللي قاله المسيح، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وإيه وأتعشى. يعني الموضوع مش لازم يبقى كلام، فأحيانا يبقى فيه لحظات صمت بينك وبين ربنا. طب وماله، اسكت شوية قدام ربنا. عشان كده تلاحظوا إنه كنيستنا الحلوة في جزء من صلواتها صامت. يعني أنا ما انساش واحدة خادمة راحت السماء، كانت بتنزل معايا من أولاد زمان، تقول لي يا ابونا من أحلى الحتت اللي في القداس لما الكاهن بيسكت. فقلت لها هو أنت قد كده تعبانة من صوتنا يعني؟ قالت لا، في الوقت اللي بتسكتوا فيه والكنيسة كلها تبقى ساكتة بحس فعلا بربنا أكتر من أي وقت. كانت ست عظيمة. وقت الصمت البوز ده، كام دقيقة دول اللي ساعات أبونا يسكتهم قبل المناولة، أو ده جزء من الصلاة، جزء من الصلاة الصمت. اسكت قدام السيد الرب، اسكت شوية، لأنك لما بتسكت في حاجات ربنا بيعملها جواك أنت مش دريان بيها. ومش كله كلام كلام كلام، مش كله كده. وعند الرهبان في شعار كده يقول واحد من القديسين، سكت لسانك ليتكلم قلبك، ثم سكت قلبك ليتكلم الله. يعني مش كله باللسان، مش كله كلام، حتى الصلاة ممكن ما تبقاش بكلام خالص. كلمة تانية مفيدة في الموضوع ده، يقول قول الجهل من كثرة الكلام. يعني لما تتكلم كتير لازم هيطلع كلام كتير فارغ. قول الجهل من كثرة الكلام، فالواحد يتكلم بحساب أحسن. آية أخيرة، هدوء اللسان شجرة حياة. لما اللسان يكون هادي تطلع الكلمة محسوبة، يبقى شجرة مثمرة، يبقى شبه المسيح. هدوء اللسان شجرة حياة. واعوجاج اللسان سحق في الروح. يعني اللسان المعوج يبوظ أي حاجة روحية جوه، تطلع كلام كده لخبطة، كل صلاتك راحت وكل جهادك راح. ربنا يسوع يتقال عليه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. معناه بيجيله فترات يبقى هادي جدا ما يتكلمش مع حد. وطبعا يعني مثلنا الأعلى دايما في الصمت والهدوء أمنا العذراء. أمنا العذراء بالذات كتومة جدا، كلامها قليل قوي، كانت تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها. لما شافت معجزات أكتر من أي حد، ولفت مصر وراحت وجت وتعبت لكن ما كانتش تتكلم أبدا. فاللي يحب العذراء يتعلم منها الهدوء، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. لإلهنا كل مجد وكرامة.